هل تفضلون أن يلعب نونيز رأس حربة أم ليوناردو؟ جاوبوني في قسم التعليقات. السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد سنتكلم فيه عن تشكيلة الهلال ضد نادي ضمك في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي. طبعا مريض شوي علاش سامحوني إذا كان الصوت يعني متغير نوعا ما. المهم من غير ما نطول المقدمة أكثر يا جماعة، انتصار الهلال أمام نادي الخلود بثلاثية مقابل هدف واحد أعطانا دفعة معنوية قوية أكيد للاقتراب من الصدارة، وإن شاء الله نادي الهلال يتصدر في أسرع وقت ممكن، لأن النصر مصيره أنه يتعثر. طيب، نبدأ أصدقائي بحراسة المرمى. الربيعي هو الحارس الأول حاليا لنادي الهلال. في خط الدفاع الثنائي تمبكتي وأكشاشيك، ولاحظنا بصراحة حالة من عدم التفاهم بين الزوز لاعبين مبررة لما حالة، بما أنهم ما لعبوش برشا مع بعضهم، لم يلعبوا كثيرا مع بعضهم، لذلك فإنه يعني الرابط بيناتهم مازال مازال ما ثماش تفاهم بين الزوج لاعبين. بالنسبة لتمبكتي وأكشاشك إن شاء الله شوي شوي يتحسن أدائهم مع بعض ويكونوا صخرة دفاعية للزعيم. بالنسبة للأطراف اليامي واليامي على اليمين وتيو هرنانديز على اليسار، وأخطر لاعب في نادي الهلال هو تيو هرنانديز. كل اللعب ينبني على تيو هرنانديز، شفناه يعني أبدع في المباراة اللي فاتت. في وسط الميدان عودة نيفيز بعد تعرضه لإصابة طفيفة، والمدرب قرر أنه ما يخاطرش بنيفيز في هذه المباراة. وسافيتش أكيد اللي قدم مباراة ممتازة وسجل الهدف الأول في مباراة الخلود دائما أساسي، حجر لا يتغير في نادي الهلال، لاعب مميز جدا رغم أنه تسبب في ركلة الجزاء للخلود، ولكن يبقى دائما لاعب ذو قيمة كبيرة جدا في الهلال. هذا الثنائي في الارتكاز، وأمامهم في صناعة اللعب محمد كنو. هكذا أرى النتيجة صراحة، الأربعة ثلاثة ثلاثة وليست الخمسة ثلاثة اثنين أو الخمسة اثنين ثلاثة. بصراحة أحسن حاجة الأربعة ثلاثة ثلاثة بالنسبة للهلال، خاصة بعودة روبن نيفيز. على اليمين مالكوم، على اليسار عودة لسالم الدوسري بعد تعرضه أيضا لإصابة تبدو أنها طفيفة، وأتوقع عودته في هذه المباراة. بالنسبة لسالم الدوسري، وبدون سالم دائما الهلال تحسه ناقص، فهمتوا؟ مش عارف، تحس انه الهلال يعني ناقص كثير بدون سالم الدوسري. في الهجوم يا جماعة أنا بصراحة فضلت في هذه المباراة أنه يلعب بينينيز، لأنه تحس أنه بدأ يتعود على نادي الهلال ويتعود على المجموعة، وتحس أنه بدأ أحسن بصراحة من وضعيته في بداية الموسم. وإن شاء الله الفترة الجاية نينيز يكون هو الأفضل، وإذا غاب كنو أو إذا حاب المدرب أنه يلعب ليوناردو يلعبه مكان كانو او مكان مايكوم، ونينيز يكون يعني مثل ميتروفيتش في ما سبق. هذا كان كل شيء في الفيديو يا جماعة، سامحوني لأني صوتي يعني سيء ونتكلم بصعوبة لأنه مريض، يعني نزلة برد. إن شاء الله تمر سلامات، وأتمنى السلامة لكل المشاهدين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.